السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل انك في يوم تعرف ان بيتك مسكون بشبح. الغريب انك مش بتهرب من الشبح ده، عكس انك بتحاول تقرب منه وتساعده. شوف كمان ايه المشكلة اللي خلته متعلق بالدنيا، بس ازاي ده اللي هنشوفه في فيلمنا. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. المربع اللي تحت دوس عليه وخليك جدع. بعد لما السكان الاصليين عرفوا ان بيتهم مسكون، اضطروا ان يعلنوا بيتهم للبيع. فعلا بعد سنة بيشتروا آلي بريسلي، بيجوا كلهم للبيت عشان يشوفوه لأول مرة بعد سنة. اول لما بيدخلوا البيت بيكون في حالة فوضى كبيرة جدا، رغم ان البيت محتاج تجديدات كتيرة جدا، بس ده مش هيتقارن بالسعر اللي معروف بيه، ده لان سعره رخيص جدا بالمقارنة بالبيوت التانية. ده طبعا كلنا عارفين السبب الحقيقي ايه، اللي كانوا مخبيينه على الملاك الجداد. يسيبهم بعدها واحد من ولادهم وبيطلع لسطح البيت، فجأة بيسمع صوت موجود معاه على السطح. لاحظ ساعتها ان في كورة بتتحرك ببطء تحت رجله، بس بيطلع اخوه وبيكون عايز يخوفه عشان البيت الجديد. فعلا في تاني يوم بيجي ابوهم فرانك العفش بتاع بيتهم عشان يبتدوا يجهزوا البيت الجديد. بيكتشف كيفن ان في واحده من جيرانهم بتحب الموسيقى زيه، اللي كانت مهتمه بعزف البوق. اما بيجي الليل بيحاول فرانك يلطف على اولاده، ان العلاقه ما بينهم كانت مضطربه شويه، خصوصا مع كيفن. يطلع بعدها كيفن اوضته وبينام، بس الغريب انه بيصحى على صوت جاي من السطح، هي ان في خطوات حد ماشي فوق. بيتردد بعدها انه ياخد كشاف موبايله ويطلع يشوف مين اللي فوق. فجاه بيظهر من العدم في ركن من اركان السطح شبح. بسرعه بيبدا كيفن انه يفتح الكاميرا ويسجل المقطع ده. بيحاول فيه الشبح انه يعمل بعض التصرفات عشان يخوف كيفن، بس رغم اللي كل كان بيعمله الشبح، كيفن ما خافش، بالعكس ده فضل يضحك عليه. ده اللي خلى الشبح متستغرب جدا على اللي بيحصل، لا يرجع يختفي تاني في العدم. لما بيرجع كيفن تاني يوم المدرسة بيجيله الفضول، بيبدأ انه يبحث عن قصص الاشباح اللي موجودة على النت. تظهر بعدها جارته جوي وبتحاول تطلب منه خدمة، انه يساعدها في مسح ارقامها اللي موجودة على الحيطان. بيعرف منها ان البيت بتاعهم متسمي في المنطقة باسم بيت الموت، وده بسبب وجود الشبح اللي موجود فيه. اول لما بيخلص كيفن المدرسة بيرجع على البيت على طول غير اي تردد، بيرجع تاني للسطح. بيفضل ينده على الشبح اللي شافه امبارح، لغايه لما بيلاحظ ان درجه الحراره قلت من حواليه والجو بقى ساقع. لما بيرجع يبص وراه بيتفاجئ بالشبح ظهر مره تانية، وبيستمر انه يخوفه. بس ساعتها كيفن بيقول له ان حياته مليانه كتير من المشاكل ومش هيقدر يخوفه. بيعرض عليه ساعتها انه يجي يقعد جنبه. يظهر على الشبح نظرات غريبه جدا، بس رغم كده بيقعد جنب كيفن. بيساله لو كان يقدر يتكلم ولا لا، بس فعلا بيطلع الشبح ما بيقدرش يتكلم، وكمان مش بيكون فاكر اي حاجه من اللي حصلت له، حتى سبب وجوده في البيت ده. بيتوقع بعد كده كيفن ان اسمه إرنست بسبب التيشيرت اللي كان لابسه، اللي كان مكتوب عليه الاسم ده، ولما بيحاول يسلم عليه بيفشل، بس بيرجع الشبح يشيل ايده وهو اللي يسلم عليه. ده بسبب ان مفيش اي حد يقدر يلمسه، لكن هو يقدر يلمس اي حاجه. اول لما اخوه فولتن بيجيله يضطر الشبح إرنست انه يختفي. يطلب ساعتها التليفون بتاعه عشان يعمل شويه اتصالات، بسبب ان والدته خدت تليفونه، بس بسبب الفيديو اللي موجود عليه وهو بيصور الشبح بيرفض انه يديهوله. لما بيجي الليل وبيبتدوا يتعشوا وبيظهر على كيفن علامات الفرح الشديد، ده على عكس العاده. بيرجع بعدها كيفن يكمل بحثه بخصوص الاشباح على النت. لما بيرجع اوضته بيشوف ان اخوه شاف الفيديو اللي موجود على التليفون بتاعه. اول لما بيدخل عليهم ابوهم بيضطر ان يوري له الفيديو هو كمان. افتكر ساعتها ان الفيديو ده مفبرك بس بجوده عاليه، بس ساعتها بيقول له كيفن ان الفيديو ده حقيقي. اتفقوا بعدها ان الموضوع ده هيفضل سر ما بينهم، وما يجيبوش سيره لاي حد حتى امهم، لانها اكيد هتخاف. يطلب بعدها فرانك من كيفن انه يبعت له الفيديو ده. لما بيكون فرانك في الشغل بيستغل الفيديو ده وبيحاول يعمل قناه على اليوتيوب ينزل فيه الفيديو بتاع الشبح. لما بيرجع البيت بيلاقي ان الفيديو بتاعه اتشاف اكتر من 1000 مرة، كمان تعليقات كتير بتشكك ان الفيديو ده مفبرك. وما كل ده بيحاولوا لسه يخبوا على امهم الموضوع. في اليوم اللي بعده بيطلعوا هما التلاتة السطح عشان يقابلوا إرنست مرة تانية. للأسف الشبح كان خايف منهم ورافض الظهور، بس بيطلع ليهم كيفن بالجدار بتاعه وبيبدأ يطلب منه انه يظهر. فعلا بيستجيب الشبح ليهم وبيبدأ يظهر لانه كان خايف. بيبدأ كيفن انه يطمنه، وفي نفس الوقت فرانك بيبدأ يصور الفيديو ده. بس فجأة بتظهر امهم وبتعدي من خلاله، تبدأ تسألهم كمان على الفيديو اللي موجود على اليوتيوب. عشان كده بيضطروا انه يعترفوا ليها وبيعرفوها على الشبح إرنست. الاول لما بتشوفه بتبتدي تصرخ صرخات غريبة جدا، عشان كده بيخاف منها الشبح هو كمان وبيبدأ انه يصرخ ويهرب. لما بيرجعوا ينزلوا الفيديو التاني بيلاقيه ان جايب 26,000 مشاهدة في اقل من 5 دقايق. بعدها بتصمم امهم انها لازم تسيب البيت ده ويمشوا، رغم كده بيحاول فرانك يفهمها الموضوع، يقول لها ان الموضوع ده هيبقى سبب شهرتهم، يقدروا ياخدوا من خلاله فلوس كتير جدا، ده لانهم صوروا حاجه محدش قبلهم صورها قبل كده. بس في الاخر بتوافق على قولها جوزها. فعلا في اليوم اللي بعده بيبدا الفيديو انه ينتشر على النت بشكل غريب جدا، بيحقق كمان ملايين المشاهدات على كل وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجه انهم ابتدوا يمارسوا نوع معين من التحدي، هي انهم لو يقدروا يعدوا من الحيطه زي ما بيعدي إرنست. في الوقت ده بتشوف الدكتوره ليزلي الفيديو اللي كانت شافته قبل كده، بتتحرك بعدها لرئيسها في المكتب، تبدا انه تحكي له على الفيديو وبتقول له انه مش مزيف، تقول له انهم لازم
لازم يرجعوا يفتحوا برنامج مجز الساحر اللي كان مختص بالظواهر دي. ساعتها بيرفض وبيطلب الامن عشان يخرجها بره. لما بيرجع فرانك البيت بيلاقي عدد كبير من الصحفيين والمصورين كمان الجمهور واقفين عند بيته. طبعا كلهم بيكونوا واقفين عشان الشبح إرنست. نفس الوقت بيكون كيفن موجود مع الشبح فوق، بيقول له انك اكيد تعرضت لصدمه عشان كده مش فاكر اي حاجه، انك محتاج اي حاجه من الماضي بتاعك عشان ترجع تفتكرها مره تانية. بيحاول ساعتها يوريه ارنب لعبه موجود من ضمن الحاجات اللي موجوده في السطح، بس للاسف ما كانش فاكر عنه اي حاجه. بيبدا بعدها إرنست يحاول يسال كيفن انه ليه بيساعده عن طريق انه كتب عليه على الازاز. بيرد عليه وبيقول له انك عالق في الدنيا دي، مش عارف مصيرك ايه. بيروح كيفن بعدها المكتبه وبيقابل هناك جوي اللي كانت بتفهم كويس في الكمبيوتر. ساعده ساعتها انها تعرف المالك الاساسي للبيت ده كان مين. ظهر فعلا عقد البيت باسم إرنست اللي اشتراه سنه 65. كانوا متاكدين ساعتها انه مات، بس بيلاقوا ان مفيش اي شهاده وفاه لانه متاكد ان الشبح هو المالك الاساسي للبيت. بيحاول بعدها فرانك انه يتواصل مع وسيطه روحانيه اللي بتقرر ساعتها انها تطلعه في البرنامج بتاعها ده عشان يعرفهم على إرنست. في نفس الوقت بيرجع فرانك لكيفن يحاول يقنعه ان يخلي إرنست الشبح يظهر في التلفزيون. بسبب تصميم فرانك عن موقفه يقنع كيفن ان الشبح يظهر بس بطريقته الخاصه. بعد شويه بيبدا البرنامج انه يشتغل والكاميرات تدور. ابتدى يسالوه لو إرنست موجود حوالينا ولا لا، بس بعد فتره من انتظارهم ما بيحصلش اي حاجه ولا بيظهر. يفكروا ساعتها انهم يسيبوا المكان ويوقفوا الكاميرات، بس فجاه بيبدا النور اللي موجود في البيت كله انه يفصل. الابواب كلها تخبط، عفش البيت بيبتدي انه يقع. بالشكل ده بيبدا كل طاقم التصوير انه يخاف. فجاه النار اللي طالعه من الشمع بتبدا انها تزيد وتطفي فجاه. في وسط كل ده بيظهر الشبح ليهم، وابتدى بعدها بالاتفاق مع كيفن انه يخوف كل اللي موجودين. ورغم كل اللي بيحصل بتكون الوسيطه الروحانيه مش همها اللي بيحصل. بس ساعتها بيبدا إرنست انه يلف رقبته وكمان يمشي بايديه ورجليه ويتحرك ناحيتها. اول لما بيوصل لها بيفتح بقه واللي بتخرج منها ايد وبتخنقها. بالشكل ده فعلا تبتدي تخاف وتبتدي كمان انها تصرخ. اول لما بتشوف وشه وهو جلده كله بيسيح تبدا انها تزيد صريخها وبتنط من الشباك. بالشكل ده بيكون إرنست وكيفن نجحوا في الحاجه اللي هم عايزين يوصلوا لها. لما بيرجع الفيديو ينتشر باللي حصل على النت مره تانية، يجي رئيس الدكتور ليزلي وبيقول لها ان احنا هنرجع البرنامج مره تانية. وفي تاني يوم بتقابل جوي كيفن بتوري له الشهاده بتاعه الملك الاساسي للبيت إرنست، بس لما بيبص لصورته بيقول لها ان ده مش الشبح. بتقول له فعلا عشان كده مش قادرين نحصل على شهاده وفاته. وبتقول له كمان ان زمان كان بيملك مكان قريب من البيت، اكيد هو هيعرف حقيقه الشبح. وفي نفس اليوم بتوصل الدكتوره ليزلي لبيت آل بريسلي بتقول لهم انها من الشرطه. نفس الوقت بتكون جوي وكيفن في السطح بيحاولوا يقنعوا إرنست ان لازم يجي معاهم للمكان ده. بيحاول يخرج من البيت عشان يعرفوا اصل حكايته. تحاول ساعتها ليزلي تقنعهم بالمنظمه بتاعتها مجز الساحر انها مختصه بالقبض على الاشباح. بينجح بعدها الشبح بعد محاولات كتير انه يطلع بره البيت لاول مره. طبعا فرانك ما بيقتنعش بكلام ليزلي وانها عايزه تقبض على الشبح اللي عنده. بيطلب منها انها لازم تسيب البيت وتيجي المره الجايه بدعوه رسميه. لما بيخرج كيفن بره البيت يتفاجئوا ان كل الناس اللي بره شافوهم وابتدوا ان يجروا وراهم. بيحاولوا وقتها انهم يهربوا منهم لغايه لما بيوصلوا للمكان اللي كان بيمتلكه صاحب البيت الاساسي إرنست. يقابلوا شخص هناك وبيوروها صوره إرنست لو كانت تعرفه ولا لا، بس بتفتكر ساعتها صوره من ضمن الصور اللي موجوده في المكان. اول لما بيشوفوها بيلاقوهم هما الاتنين مع بعض هو والشبح. بالشكل ده يبقى جوي كلامها صح وهما الاتنين ليهم علاقه مع بعض. لما بيرجعوا يظهروا مره تانية في الجنينه يظهر كيفن وبيتثبت قدام طفله كانت بتتمرجح في المكان. تبدا ساعتها تجيله شويه ذكريات من ماضيه، وهي ان يفتكر بنته لما كانت صغيره. كمان ابتدى ينده عليها باسم جون. وقتها بتبدا الطفله الحقيقيه انها تصرخ وتجيبها امها. وكمان كل الناس ابتدت تصور الموقف ده من بعيد. لما ابتدى الموقف انه ينتشر على الانترنت ابتدوا انهم يتهموه انه بيثير الذعر وسط الناس. الشكل ده بيكون فرصه ليزلي انها ترجع البرنامج بتاعها مره تانية وتعمل مذكره رسميه وتقبض على الشبح. فعلا لما بيجي الليل بتبدا القوات الفيدراليه انها تتحرك ناحيه البيت موجود فيه آل بريسلي وتقتحمه. يبداوا ساعتها انهم يقبضوا على كل اللي موجودين في البيت. ولما بيوصلوا للاوضه اللي موجود فيها كيلفن ما بيلاقوش لانه كان خد العربيه بتاعت اخوه وخرج بيها ياخد معاه جوي واكيد الشبح. باقصى سرعه ليهم بيتحركوا للمكان اللي المفروض موجود فيه إرنست الاصلي. خلال الطريق بيسمع ابوه اللي ظهر على التلفزيون لاجبرته الشرطه انه يعترف على الشبح، انه كمان يقول انه خطير وبيهدد حياه الناس. ساعتها بتظهر واحده من عربيات الشرطه وبتشوف العربيه اللي متبلغ عنها. اول لما بيشوفهم الشبح بيختفي على طول. بيحاول ساعتها يوصل لكيفن ويحركه عشان يشوف الموقف اللي موجود بره. بيبدا الشرطي ان يثبته، واول لما بيشوف السلاح بتاعه ما بيلاقوهوش لان الشبح كان ماسكه وهو اللي
اللي بيحاول يثبته، لغايه لما بيقدر كيفن انه يخرج بره ويوصل للعربيه. قدروا هما كمان الاتنين انهم يركبوها ويهربوا باقصى سرعه ليهم. رغم كل اللي عملوه بتقدر الشرطه انها تجري وراهم وتبلغ عنهم، بس وقتها بيحاول الشبح انه يستخدم قوته. بيدخل بعدها لواحده من عربيات الشرطه وبيحاول انه يغير مسار العربيه، وكمان يوقف بعض العربيات التانيه انها تشتغل وتطاردهم. بعد مطاردات كتير دامت ما بينهم ينجح كيفن انه يهرب بالعربيه ويكمل رحلته. للاسف عن طريق الصدفه بتقدر ليزلي يعرفوا المكان اللي بيتحرك ليه كيفن. بعد رحله طويله بيقدروا انهم يتخلصوا من العربيه بتاعتهم ويركبوا عربيه تانيه ويوصلوا للبيت اللي المفروض موجود فيه ارنست. واول لما بيفتح له يكون عارف كيفن كويس من عن طريق بيعرفه على مراته رامونا اللي متصابه بسكته دماغيه. بيبدا يحكي ليه قصته، هي ان لما كان قاعد في البيت القديم في يوم من الايام يضيع التيشيرت بتاعه بتاع البيسبول اللي كان مكتوب عليه ارنست اسمه. ما كانش عارف التيشيرت ده راح فين غير لما شاف المقاطع بتاعته والفيديو اللي على النت. بيوري له بعدها صوره بتجمعه بيه هو والشبح، وبيقول له ان اسمه الحقيقي راندي، ان مراته كانت اخت مراتي. للاسف بعد لما خلفت ماتت، واسم بنته كانت جون. بيقول له كمان ان هو ومراته رامونا ما كانوش حابين انهم يخلفوا ويسافروا حوالين العالم. لما ماتت مرات راندي ادمن الخمر، جه بعدها للبيت بتاعنا وساب لنا بنته وهرب. من وقتها محدش شافه مره تانية. بس وقتها بيقع تمثال على شكل نسر موجود على الترابيزه. يرجع راندي يظهر مره تانية من العدم، بيقابل صديقه مره تانية اللي كان خايف من وجوده، بس بيقطع الموقف ده قوات الشرطه اللي وصلت للمكان. تنجح كمان انها تدخل وبيكون معاها اسلحه غريبه اللي قدروا من خلالها انهم يقبضوا على راندي ويسيطروا عليه. يرجع بعدها كيفن مره تانية لبيته. تقدر الشرطي انها تبني غرفه مخصصه عشان تحجز فيها راندي. اشخاص معينين بس هم اللي بيقدروا يدخلوها، ومنهم الدكتوره ليزلي اللي كانت فرحانه جدا انها لاول مره قدرت تقبض على شبح. ابتدت تعرف انه مش مؤذي ولا حاجه. كمان بتستغرب اول لما بتلاقي الرئيس بتاعها جايب ناس عشان يتفرجوا على الشبح راندي اللي ما كانش ليهم اي لازمه بوجودهم. لما بتساله عن السبب بيقول لها انه ميت واكيد هنعمل اللي احنا عايزينه. في اليوم اللي بعده بيظهر شخص غريب واقف قدام بيت آل بريسلي. نفس اليوم بيستمر الدكاتره انهم يعملوا اختبارات كتير على الشبح راندي. لما بيشوف رسمه النسر على واحد من الضباط تبدا الذاكره انها ترجع له مره تانية، يوم لما كان واخد بنته ورايح لخالتها اللي بتاخدها وبتشيلها وتبدا تبص له نظرات غريبه. فجاه بيظهر جوزها من وراه وبيضربه على دماغه بالتمثال. كان التمثال ده على شكل نسر. كان لابس ساعتها تيشيرت البيسبول اللي مكتوب عليه اسمه واللي اتغرق بالدم. اضطر بعدها انه يلبسه راندي ويدفن حفره جنب البيت ويدفنوا فيها. بس ساعتها بتظهر الدكتوره ليزلي مره تانية وبتبدا تهاجم الضباط اللي موجودين في محاوله منها انها تهرب الشبح راندي اللي بيركب العربيه وباقصى سرعه ليه بيحاول يوصل لكيفن. نفس الوقت بنلاقي الشخص الغريب اللي موجود في بيت كيفن هو ارنست اللي عايز يقتل كيفن لانه كان شاكك ان راندي قال له الحقيقه. لما بيسمع فرانك وفولتن الصوت تحت بيتحركوا بسرعه ناحيته. لما بيفتحوا الباب بيلاقوا ارنست ماسك كيفن وعايز يقتله. يقول لهم ساعتها ان السبب اللي خلاه يقتل راندي ان ما كانش بيخلف ولا هو ولا مراته. اول لما بتموت اختها حبوا انهم ياخدوا البنت وعشان كده اتخلصوا من راندي. وبعدها بيحاولوا انهم يهجموا عليه ويخلوه يتخلص من المسدس ويهربوا، بس للاسف بينجح انه يتخلص منهم ويمسك المسدس بتاعه مره تانية. بيفضل يجري ورا كيفن لغايه لما بيوصل للسطح اللي كان مستخبي فيه. للاسف بينجح مره تانية انه يلاقيه وكان قرب خلاص انه يقتله، بس المره دي اللي بينقذه هو راندي اللي بيمسك ايده في اخر لحظه قبل ما يقتل كيفن. كل غضب بيبدا يضربه لانه هو السبب في موته، هو اللي حرمه كمان انه يشوف بنته لغايه لما بيغمى عليه. بس فجاه بيدخل فرانك عليهم وبيبص لراندي بأقصى قوة ليه بيبدأ يتحرك ناحيته. بس بنلاحظ بعدها انه كان بيحاول ينقذ ابنه لان ارنست رجع يمسك المسدس تاني ويصوبه ناحيته. بينجح انه يرميه من الشباك. بترجع الشرطة مرة تانية تقبض على كيفن عشان يبتدوا التحقيق معاه. بيبدأ الرئيس يسأله ساعتها بشكل شخصي عن حصل لراندي. بيفتكر كيفن اللي عامله هو وابوه وانه قدر يجيب ليه بنته جون واللي اول مرة يشوفها بعد سنوات كتير قوي من الغياب. واول لما بتلمسه ابتدى يفتكر الذكريات الكتير اللي كانت معاهم لما كانت طفلة. بس فجأة بعد شوية لما بيحاول يمسك بحجر ابتدى جسمه انه يتبخر. ده بيبقى بسبب انه خلاص استعاد ذكرياته، وكمان قضى على الألم اللي كان سبب في موته. الشكل ده مش هيبقى متعلق في الدنيا بعد كده، هيعرف كمان مصيره ايه. يرجعوا مرة تانية للبيت اللي قدروا يبيعوه بمبلغ عالي جدا بالمقارنة باللي اشتروه بيه. بيبدأ بعدها كيفن ان يودع المكان اللي قابل فيه راندي اول مرة. بس فجأة بعد لما بينزل وبيسيب السطح تبدأ الإضاءة انها تهتز مرة تانية. بس كده يا سيدي، دمتم في امان الله. كل اللي وصل للآخر انتوا احلى واجدع ناس.